اهلا بيكم، يا رب تكونوا كل خير. هنعمل مع بعض دلوقتي قرص فلاحي طريه. انا وعدتكم قبل كده ان احنا هنعملها، وهنعمل مجموعه معجنات في الحله بديل الفرن اللي هي حله الخبيز. تعالوا بقى علشان اقول لكم هنعملها ازاي، والنار هتبقى ده شكلها في الحله. انا عملت جزء في الحله وجزء في الفرن عشان اللي حابب يعمل هنا او يعمل هنا يعرف يشتغل عادي. معايا نص كيلو من الدقيق، هيبقى جميع الاستخدامات. ونص كوبايه انا استخدمت زبده بلدي، انتوا شوفوا بقى حابين سمنه او سمنه على زيت او زبده على زيت ماشي. كوباية لبن دافية، وربع كوباية سكر، ومعلقتين كبار قشطة بلدي، معلقة خميرة كبيرة ممسوحة، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة ممسوحة، ورشة ملح. انا حطيت هنا زي ما احنا شفنا كده الجاف كله مع بعضه، بعدين نزلت بالقشطة والزبدة، وهبدأ اقلب كويس جدا، واعجن شوية واحدة واحدة بالراحة باللبن الدافي. اهم حاجه عندي في عجينه القرص انها تبقى طريه وفاتحه، وتحطي كميه السائل كلها، ما تقلقيش خالص. الحمد لله المقادير مظبوطه مليون في الميه، لحد ما توصل معاكي القوام اللي انتوا شايفينه ده. عجينه بتلزق بسيط جدا جدا، بس طريه قوي وناعمه وبيضه. خلاص، اهم حاجه ان لونها يبقى فاتح، يبقى انت كده تمام. هسيبها تخمر معايا حوالي ساعه الا ربع مثلا، عشان الجو بقى ساقع، وبعد كده هبطها وابدا اشكلها واشتغل بيها. تعالوا بقى عشان نظبط الحله. اللي عنده الحله بديل الفرن من ايفال التركي، هنعمل ايه؟ هنحطها اول حاجه عندي على العين اللي انتوا شايفينها دي، تعتبر البوتاجاز الخمسه شعله، هي مش كبيره قوي، لا اللي قبلها على طول. ولو الاربعه شعله يبقى تعتبر العين الكبيره. هنحط معانا الشبك على المستوى اللي فوق، اللي هو العلوي، اللي يعني اللي فوق مش تحت، وهحط عليه الصاج التقيل اللي هو صاج الخبيث. هجيب بقى العجينه كده بعد ما خمرت، وههبطها خالص خالص، وهبدأ أشكلها. أنا بحشي بجبنة اسطنبولي، شوفوا انتوا تحبوا تحشوها بإيه، لأن احنا النهاردة عاملين قرص طرية بس حشيها بالجبنة. خلاص، لو طبعا عايزين تعملوها سادة اوكي، مفيش أي مشكلة خالص. بس عايزة أقول لكم إن القرص المحشية طعمها وهمي وهمي، يعني مختلفة خالص خالص عن عجينة الفطاير العادية. وهبدأ أقفل. اعمله بالحجم اللي تحبوه، أنا عملتها حجم يعني فوق المتوسط بشوية. والصاج أو الصينية مش هتدهنيها خالص، ولا نقطة زيت ولا زبدة ولا أي حاجة، لأن هي فيها يعني كمية زبدة كفاية جدا وقشطة، إنها بإذن الله هتاخد لون ومش هتحرق معاكي ومش هتلزق كمان. وحطي كمية جبنة ظبطيها كده، وابدأي. ممكن تحشوا عجوة على فكرة، بتبقى رهيبة، وملبن بتبقى جامدة جدا جدا. وبعدين هاجي بعد ما اعملها كلها كور بالحجم اللي شفناه وترتاح شوية كده، هقوم ضغط عليها واخليها محملة سنة، ما ترفعهاش قوي. تمام كده زي الفل. وهسيبها تعلى معايا بس يا دوب مثلا 10 دقايق. وهيكون كده كل الكمية ارتفعت معايا شوية، اديتها 10 دقايق راحة. وفي الوقت ده كنت بسخن عندي الحلة على أكبر عين زي ما قلنا، بس تبقى على أصغر درجة حرارة ليها، يعني هتوطيها على الآخر. وفتحت الطاقة من فوق ودخلت إيدي، لقيتها سخنت زي ما بنعمل في الفرن بالظبط، الهبو طالع عليا. وخلوا بالكم طبعا من إيديكم ووشكم كده. هقوم إيه مدخلة عندي الصينية. الصينيه اللي طلعت قدامنا دي اللي دخلت الفرن، دخلتها الفرن على 180. خدت معايا 12 دقيقه الفرن العادي. خلاص، طلعت خدت بخه ميه، وهغطيها واسيبها تطرى معايا. نتابع بقى اللي احنا عاملينها في الحله بديل الفرن. بصوا حله الخبيز، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، بدات ترفع معاكي اهو، زي ما احنا شايفين بالظبط، واحده واحده بالراحه بدات ترفع. وكل ده وانا شغاله خدت معايا من تحت اللون الذهبي اللي احنا شايفين اشقر كده بسيط. ده كانت زي ما قلت لكم، بعيد المره المليون على العين الكبيره في البوتاجاز الخمسه شعله، اللي هي تعتبر تاني واحده مش اكبر واحده في النص. وبوطيها على الاخر تاخد معايا اللون اللي احنا شايفينه. قلبتها على الوش التاني، قلبتها على وشها علشان اديها لون من تحت ومن فوق. خلاص، طبعا لاني انا الحله ما عنديش ليها شوايه، اتفقنا. قلبتها، وبصوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني مش عايزه اقول لكم كانت طريه 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 بطريقه خرافيه. طلعت طعمها يعني حتى كل اللي جربوها واللي دقوها في البيت قالوا انها احلى واجمل من اللي طالعه من الفرن نفسه. بصوا طريه قد ايه، وريحه القشطه والزبده فيها كانت خرافه. انا هنا قلبتها لكم على الوشين، خرجت برضو اديتها بخه ميه، وهغطيها برضو بكيس، وهسيبها بعد كده عليه فوطه فوطه مطبخ. تمام. وبعدين هرفعهم الاتنين بعد ما تطرى اهو، وهوريكم بقى النتيجه. حتى بصوا شكلها شيك قوي، يعني فكره ان احنا قلبناها على الوشين ادت شياكه جامده جدا. وعايزه اقول لكم كانت فيها قرمشه كده خفيفه هايله. مجرد ما غطيناها بقى، طبعا اللي بيحبها كده هيقدمها كده، وانا غطيتها طريتها اكتر واكتر، فبقت بورسو زي الملبن زي ما قلت لكم. وطبعا اللي خارجه من الفرن كمان مفيش حاجه، يعني مفيش اختلاف عليها، كلنا عارفينها وبعملها معاكم على طول. انا بوريكم هنا الفرق في السوا بين الاتنين، دي من تحت ودي اهو، ودي من هنا ومن هنا. ده شغل الفرن، ده شغل الحله بديل الفرن. بصوا المنظر.
عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم، طعمها خرافه، هتعجبكم جدا جدا جدا، احلى قرص عملتها معاكم. واحشوها جبنه، واحشوها عجوه، واحشوها ملبن، وممكن ايه تاني، سكر اللي تحبوه. تعالوا بقى نقطع واحده مع بعض. قلت لكم هنخليها محمله، بصوا انتوا حاسين ان في قرمشه خفيفه فيها زي ما انا قلت، اللي حابب هتفضل كده اوكي، واللي عايز يغطيها بس. ده هنا الجبنه كانت سايحه فيها وجميله، وريحتها كانت روعه. جربوها.